أولا تكاتفنا مجموعة من المسؤولين، سواء كانت وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ووزارة الكهرباء. حقيقة كل دي كانت منظومة رائعة جدا، يعني حست بمسؤولية الموضوع. يعني لما جم شافوا هذه الآثار الجميلة، كل وزير من الوزراء عندما أتى ورأى الترميم ورأى أن في قيم رائعة جدا لم يدخر جهد ولا واحد، بقت كلها ماشية على قدم وساق بمسؤولية من الجميع وبدون أي نوع من أنواع التراخي، وكانت يعني إيه ماشية طبقا للخطة الزمنية اللي كانت موضوعها. بالنسبة للأهالي في البداية كانت مقاومة منهم شديدة؟ كانت مقاومة طبعا من التجار والأهالي وإزاي وبتاع وكده. النهاردة طبعا ده شارع المعز الموازي لشارع الجمالية. النهارده تجار وناس شارع الجماليه، امتى هتعملوا لنا اللي عملوه في شارع المعز؟ احنا شغالين طبعا. طب ده فيما يتعلق بالمنطقه دي، لكن خلينا نتكلم عن المناطق الاخرى المحيطه. هل هذا المشروع هو مشروع منفصل ومنتهي عند هذا الحد، ام ان هناك خطه واضحه للتعامل مع القاهره الفاطميه ككل، مع القاهره القديمه ككل؟ ده بدايه، وده العينه الاساسيه عشان الناس تعرف استكماله هيبقى ازاي. ده طبعا زي ما بقول انه عندنا مساحه كبيره جدا، يعني شارع المعز كله ال2 كيلو متر كلهم هيبقوا نفس الطريقه. المناطق في ميادين وفي بعض الاعطاف اللي موجوده ومسائل يعني كل ده بيتعمل بشكل جميل جدا، لكن في خطه واضحه وخطه زمنيه محدده وحصل لها تصورات كامله متكامله. انا عارف ان هو في بعض الاحيان السؤال ده ممكن يكون مزعج، لانه في بعض الاحيان بتبقى المساله مش مرتبطه بالعائد الاقتصادي للمشروع، ولكن بتبقى برضه مهم السؤال اللي هو التكلفه الخاصه بهذا المشروع، وما هو العائد المتوقع من هذا المشروع. طبعا انت بتستثمر، يعني الدفع اللي انت بتدفعه ده بالظبط زي ما تيجي انت تستثمر في مصنع، بتدفع مبالغ ضخمه جدا عشان تبني المصنع. انت باني مصنع ثقافه، يعني ده له دخل كبير جدا، سياحه وتجاره واشياء كثيره للغايه، وبعدين ترويحيه ايضا. يعني انت المجتمع المصري محتاج انه يجي يتمشى في حته، يعني وفي حته لها عبق تاريخي واحساس بالجمال والقيمه، وبيعلم بقى. المدارس بتيجي النهارده، كليات الفنون بتيجي وبترسم وبتصور، لا عامل حاله، يعني حاله ايا كان المبالغ اللي اتصرفت. طب هنا من الواضح جاذب زي ما كنا بنتكلم قبل التسجيل ان اصبح هناك ترند، اصبح هناك حاله منتشره في مصر الان اللي هي فكره الترميم. يعني في كل مكان في مصر تقريبا تجد المساجد فيه ترميم، مكان ما ترميم هل انت بتعتقد ان هذا الاتجاه، هذا الترند يعتبر مساله ايجابيه من وجهه نظرك، ولا بتراها ازاي؟ هو الحقيقه اصلها شوف اللي بيترمم يعني قيمه. طبعا احنا عندنا حاصرين كل الاثار الموجوده في مصر، سواء كانت اثار فرعونيه، جريكو رومي، قبطيه، اسلاميه، يهوديه، ما فيش اثر سبناه. حتى ال10 معابد اليهوديه اشتغلنا فيهم، خلصنا 6 وباقي 4، يعني ابتدينا يمكن من 19 سنين. فانت النهارده وانت بتتكلم ده بقرار مصري خالص، بس خلينا نتكلم. لا، ما دي ملكنا، ملكنا ملك مصر طبعا. زيها زي اي اثر متساب، يعني فرعوني او جريكو رومان او قبطي او اسلامي. المهم يعني المنظومه منظومه متكامله، يعني مفيش حاجه لا ده مالوش ده يجي دلوقتي. هو كانت في يعني في الاول كان في عناد من الاثار الاسلاميه، عناد من الحاله اللي هي فيها. يعني لما ابتديت في الفرعونيه والجريكو رومان وحتى القبطيه واليهوديه، انا ابتديت بعدها في الاسلاميه، لان كان الاشكالات رهيبه في منطقه زي ما اشكالات مرتبطه بطبيعه المكان والناس البشر اللي فيه، مش فيها والساكنين والقاطنين وساكنين في اثار عائلات. يعني تلاقي مثلا بيت زي الخرزاتي كان ساكن فيه 27 عيله، وهو ما يشيلش غير عيلتين 3، وكان هينهار. فالمشاكل دي المشاكل اولا زي ما قلت لك في البدايه، تعديات سكانيه، تعديات بنائيه، كانوا بيبنوا فوق الاثر
تعديات المرور، تعديات المياه الجوفيه والصرف الصحي وكل المسائل دي. لا ده كانت مأساة. طب هنا اسمح لي ان انا اسال السؤال اللي بيسال، هل انت في تعاملك مع موضوع الثقافه المصريه ركزت على الجانب الخاص بالمسائل الخاصه بالترميم وترميم الاثار وكذا على حساب الامور الاخرى والشؤون الثقافيه الاخرى في مصر؟ هل ما بتشعرش ان ده احيانا عندما تجلس لتضع كشف حساب لما فعلت كوزير ثقافه في هذه الفتره؟ ما انا مش هقدر اقول لك في البرنامج كله ايه اللي عملناه الحقيقه، لكن تاكد احنا في نظريه الاواني المستطرقه ما عنديش حاجه تغلب الاخرى. الاخرى دي مش موجوده. يعني لو جينا في المسرح، اعتقد الناس بتسمع بالمسرح دلوقتي كله شكله ازاي، فنون تشكيليه، الادب، الموسيقى، التعليم في الاكاديميه الفنون، قصور الثقافه، بنينا قد ايه قصور، المكتبات اتبنت مكتبات عدد مهول في كل القرى المحرومه، مكتبه دار الكتب ازاي بقت يعني شيء نفتخر بيه. لا في شغل جامد جدا. انت مش شايف ان ده كان على حساب ده اطلاقا؟ لا هو ده اصله واضح، وبعدين لانه كان مهمل جدا وابتدى يعني الناس تحس بيه. انما الثقافه دي تعاطي. انا هرجع تاني للموضوع الثقافه في مصر وكذا، ولكن بعد ان نتوقف قليلا مع موضوع الترشيح لليونسكو. يعني لا أظن أن يمكن أن لحضارة أكثر من هذه مثل هذا أن تنجب أو أن يكون ممثلها هو أمينا عاما لمنظمة اليونسكو بما تحويه ليس فقط هنا ولكن في كل مصر، في كل ربوع مصر. ده المنطق، وده المنطق بيقول ده الحقيقة. يعني السياسة هنا خلينا نتكلم عن المنطق والسياسة. المنطق يقول هذا، ماذا تقول السياسة في إطار الحسابات كما تراها أنت الآن؟ تقديرك للفرص المتاحة لك للفوز بهذا المنصب إيه النهارده؟ شوف مصر يعني فرصها كبيرة يعني. خلينا نقول فوز مصر، يعني ده تعبير أكثر دقة الحقيقة في إنه تفوز مصر وليس فوز فاروق حسني. اتفضل. فهي الفرصة كويسة جدا، لكن السياسة بتلعب دور كبير للغاية. يعني احنا معانا دول صديقة كثيرة جدا، معانا موافقات من دول يعني مجموعات متكاملة زي المجموعة العربية، المجموعة الإفريقية، معانا من دول أوروبا دول قوية جدا، معانا من دول آسيا دول قوية جدا، معانا أيضا أمريكا اللاتينية. فاحنا معانا لكن أنت ما تعرفش الانتخابات دي سرية، والسياسة بتلعب دور كبير، ومصالح الدول واقتصاديات الدول واللعب في النواحي السياسية ومواقف الدول من بعضها. يعني لازم نحط ده في الحسابات. إنما لما نيجي هنفكر لا احنا في أحسن وضع، احنا في والدليل المقاومة اللي موجودة الآن بتبين هذا وتبرهن هذا، أن احنا في موقع مهم جدا، وده غير مطلوب. يعني غير مطلوب أن يكون عربي. غير مطلوب من مين؟ غير مطلوب من مين؟ والله شوف، يعني أنا مش عايز أعيد تاني، أنا قلت في الحكاية دي كتير جدا. وبالنسبة لي أنا، لأن أنا يعني في ذهني وأنا احنا على أعتاب الانتخابات عايز أتخلص تماما من فكرة إن أنت القومية والعمل بشكل يعني متحيز جدا لنوعية أو لفئة أو لمنطقة. النهاردة أنت لازم يعني تعيش دور الخادم للعالم، وليس لي منطقة وليس لي دولة. لازم تعيش في تحضير ذاتك لأنك أنت تقبل حاجات لازم تقبلها، لأن ده المنطق وده العدل وده الحقيقة في النهاية. يعني كل المسائل دي